رئيس تيار المستقبل العودة إلى العمل السياسي في كل الاستحقاقات الوطنية وكل المحطات المقبلة. لم يكن مفاجئا ما أعلنه زعيم تيار المستقبل، فالذكرى العشرون لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاءت هذه السنة في ظل تغييرات دراماتيكية وجذرية في لبنان والمنطقة والعالم. في لبنان سقط حزب الله عسكريا، وهو الحزب المتهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والحزب الذي نفذ غزوة بيروت في 7 أيار عام 2008، والحزب المتهم في معظم اغتيالات شهداء ثورة الأرز، وبينهم كثر من تيار المستقبل. هذه الاغتيالات التي وثقت بعضها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والوثائق التي بدأت تتكشف عقب سقوط نظام الأسد تظهر أن حزب الله بالاتفاق مع نظام الأسد يتحملان مسؤولية الاغتيالات. وهذا ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى القول: رأيتم كيف أنه إن لم تنصفنا عدالة الأرض فعدالة رب العالمين لا يهرب منها أحد. هنا يتوقف المراقبون عند معنى هذا الكلام، فيربطون بين الأسماء التي نشرت عن الضالعين في اغتيال الحريري وكيف أن حزب الله رفض تسليم أي منهم. ويذكر الجميع كيف أن السيد حسن نصر الله هدد بأن اليد التي ستمتد إليهم ستقطع. واليوم جميع المتهمين صاروا في عداد الموتى، من الذين اتخذ القرار إلى الذي نفذ. من هنا جاءت كلمة الحريري: إن لم تنصفنا عدالة الأرض فعدالة رب العالمين لا يهرب منها أحد. في رحلة العودة إلى الساحة السياسية يذهب الرئيس الحريري إلى ما هو أبعد من بيروت، إلى دمشق، يشيد بالشعب السوري البطل ويصف النظام السابق بالمجرم. خريطة طريق العودة شبه واضحة: المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل، والتي ستكون جسر عبور إلى المشاركة في الانتخابات النيابية في أيار من السنة المقبلة. فهل يعيد التاريخ نفسه ويحصد الرئيس سعد الحريري نيابيا ما حصده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الانتخابات